لقطة اليوم لم تكن هدفا يعاد في الإعادات ولا تمريرة تدرس في الكواليس، بل كانت موقفا إنسانيا راقيا للمدرب السكيتيوي خلال مباراة اليوم، حين اختار بكل تلقائية أن يجلس وسط الجماهير بعيدا عن المنصة الرسمية والكراسي المحجوزة، وكأنه واحد منهم يتقاسم معهم اللحظة والانفعال ونبض المدرجات. مشهد بسيط في شكله لكنه عميق في معناه، اختزل فلسفة رجل يفهم كرة القدم بروحها قبل تكتيكها. تصرف السكيتيوي لم يكن بحثا عن لقطة إعلامية ولا محاولة لكسب تعاطف، بل كان انعكاسا طبيعيا لتواضع راسخ وشخصية متزنة تؤمن بأن المنصب لا يرفع الإنسان بل أخلاقه وسلوكه. مدرب يدرك أن احترام الجماهير لا يفرض بالنتائج فقط، بل يبنى بالقرب منهم وبالاعتراف بأنهم جزء أساسي من اللعبة وليسوا مجرد متفرجين. هذا المشهد بعث برسالة قوية في زمن أصبحت فيه المسافات بين المدربين والجماهير أكبر من أي وقت مضى، ورسخ صورة المدرب القائد الذي يربح احترام الجميع قبل أن يربح النقاط.